هو ايه اللي بيعملوا بلبن ده، وازاي يعملوا البمبوزه، وازاي سعرها يبدا من 45 جنيه بس؟ وانا مش عارف اخره الاسماء اللي بلبن بيخترعها لنا دي، وانه بدا اسماء الترندات الغريبه هيودينا على فين. بس بصراحه الاسماء بتاعته الغريبه دي بتليق على المنتجات بتاعته قوي. المهم بقى البمبوزه بيكون في منها باللوتس والمكسرات والمانجا وطبعا ساده. وتعالوا بقى اقول لكم هي بتتكون من ايه. وهي تحسها فروت سلطات شويه علشان فيها ميكس تفاح اخضر واحمر وموز، وطبعا قطع المانجا اللي بلبن بقى معروف بيها قوي، وطبعا عصير المانجا. وكل ده بقى بيتقلب كويس قوي، وكله طبعا بيكون ساقع. وعامه بقى ده بيكون اساس البمبوزه، وده اللي بيتحط تحت في العلب. بعدها بقى الكريمه الجديده اللي هم عاملينها، وهي بتتعمل فريش قدامك، وهي بتكون كريمه فرنساوي ولبناني وزبادي يوناني، وبيتقلبوا كويس قوي مع بعض. وبصراحه الكريمه دي طعمها حلو قوي. بعدها بيحطوا بوله ايس كريم فانيليا على كله، ما عدا المانجا بيحطوا ايس كريم مانجا. زي ما قلت لكم بقى ان في منها باللوتس والمكسرات والساده. وعامه انا الساده دي اكتر واحده عجبتني، خصوصا كمان ان كان نفسي في اختراع حلو يكون فكرته مختلفه كده شويه، وطعمه هادي وسكره خفيف. ده غير كمان ان الكريمه حقيقي اختراع جامد قوي ولايقه قوي على كل المكونات، وعاملين ماتشنج كده مع بعض. فالبمبوزه انا شايفها انها تستحق تكون اختراع السنه من بلبن، اللي بيحب بقى الحاجات اللي مش مسكره قوي وطعمها خفيف كده وبسيط. وعامه دي بقى كل اسعار المنبوذات.